منين بقى؟ انا من اسرائيل حضرتك. انا من مصر. ام الدنيا، بنحبكم قوي اهل مصر. فعلا؟ نعم. طيب بتحبونا ليه؟ ناس طيبين، كويسين، دمكم زي العسل. وحضرتك بتتكلم عربي ازاي؟ انا سوري. انا يعني فيك تحكي من من يهود سوريا، وحاليا مقيم في تل ابيب لانه من مواليد تل ابيب. وبتعمل ايه بقى على تيك توك؟ يا اسمك ايه يا باشا؟ اسماعيل اسمي. بتعمل ايه على تيك توك؟ زي ما بتعملوا انتوا على التيك توك، تسلى. اصل انا شفت عندك يعني ناس كتير متابعاك. نعم. السبب؟ هدول الناس اللي بفوتوا بيشتموا فيه. وبيشتموك ليه؟ لاني من دولة اسرائيل، ما بعرف بايش غايظينهم احنا، ما بعرف ليش قاهرينهم جد. انا ممكن اسالك سؤال؟ يعني انت اول واحد تكمل مع الجولة وما تهرب. انا بصراحة ما شفت عندكم رجال مثل العرب، دائما بتهربوا، ليش تكرهونا؟ بص، انا دخلت معاك باحترام صح؟ نعم. هل انا قلت لك اسرائيل ما جابتش راجل؟ لا، ما انت رح تحكي هذا الكلام، انا عارف انكم انتوا العرب كيف. هل انا قلت لك حاجه زي كده؟ ماليش دعوه بحد، انا قلت لك كده؟ لا، ما انتوا كلكم نفس الشيء. انت شفت مني غير الاحترام ليك لحد دلوقتي؟ ما هو انتوا كلكم نفس الشيء. انت سامع ولا مش سامع؟ لا، ما غلطتش بشيء، هو عادي. انا شغل بلاش غلطت. حلو، يعني انت بتقول ان العرب ما جابوش رجاله. لا، انه ما فيش راجل انه استرجوا يضلوا معي على البث، الكل كان يخافوا مني، ما بعرف ليش. او ممكن تكون حريه شخصيه، يعني شخص مش عايز يلعب معاك مش بالعافيه، صح؟ كل واحد ليه حريه، صح؟ نعم له حريه، مزبوط، بس كانوا يخافوا، ما بعرف ليش. يعني مفيش داعي انك تذكر العرب كلهم وتقول ان ما جابوش راجل، لان ده نوع من قله الادب في الحوار، واظن انت باين عليك راجل محترم. بصراحه اغلبيه اللي فاتوا عندي كلهم كانوا يهربوا، ولا حد استرجي يضلوا معي. يعني بقول لك انت ثاني واحد ممكن يكون سبت. انا دلوقتي بكلمك في شيء، اللي انت قلته ده فيه قله احترام وانا ما ارضاش بيه. فهل تحب ممكن نتعامل باحترام ولا نتعامل بقله احترام؟ ايه رايك؟ تحب نتعامل باسلوب متحضر ولا باسلوب غير متحضر؟ تفضل يعني تفضل معك المايك. طيب معايا المايك. يلا في بقى الجوله خالص. اهرب من ايه يا باشا؟ لا، فكرتك رح تهرب صراحه. تفضل. اهرب من ايه؟ لا، ما انا فكرتك رح تهرب، لانه الكل كان يهرب معي، كان يقول لي ها استنى، اوب يهرب. واحد بيقول لي بدي اروح اجيب دليفري وكبس هيك وهرب. تفضل. مبدئيا يعني رقم واحد ان انت دخلت مع حد على تيك توك وهو رفض يلعب معاك، اظن دي حريه شخصيه وبتعبر عن صاحبها. انت هتقاطعني في البيت الكلام. انا لا يا حبيبي اسمعني، انا ما مستنيك تيجي تعطيني كيف اتعامل انا مع الناس. ما هو اللي انت قلته يا باشا ما يصحش. لا، ما هو انا لما شخص يجي يصعد معي ويشتمني وينزل، اكيد بدي احكي انه هذا الكلام. انا انت دلوقتي يعني قلت لي شيء فيه غلط. انت دلوقتي غلطت في العرب كلهم مع ان انا ما اساتش ليك، وانت شايف انت ايش خصك بالعرب؟ هل انت بتمثل العرب كلهم؟ انا بمثل نفسي، لكن انا عربي خلص. واتشرف ان انا عربي، ماشي، ومصري واتشرف ان انا مصري. ده رقم واحد. ده رقم اتنين، هل انا اسأت معاك الادب؟ لا. يعني هل قلت مثلا اسرائيل ما جابتش راجل؟ لا، انا احترمتك. ما انتوا تحكوها شيء طبيعي يعني انتوا. هل انا قلت هذا الشيء؟ لا. طالما انا ما قلتش هذا الشيء انتوا ماليش دعوه هيك يعني. لو سمحت كلمني بشكل شخصي وما تكلمنيش بشكل جماعي، ولما تجيب سيره العرب يا باشا تحترم نفسك وبتتكلم معانا باحترام، بالذات لو اللي قدامك محترم. لكن احكي لنا للشعوب العربيه تاعتكم، احكي لنا للشعوب العربيه تاعتكم تحترم نفسها كمان. اوكي يا حبيبي؟ اعتذر يا اسماعيل من فضلك. اعتذر من ايه يا حبيبي؟ اعتذر من توجيهك كلام في حق العرب. يا حبيبي انت تعرف انه احنا ما بنعتذر لحدا؟ تعرف هذا الشيء؟ ليه محشوم من لانه احنا فوق الكل. ما فيش انسان على وجه الارض فوق انسان غيره بفضل دينه او بفضل بلده او بفضل هيئته. لا يا حبيبي، احنا دولة اسرائيل، نحن دولة اسرائيل فوق العالم كله. دلوقتي وجهت غلط واسأت للعرب، فانا كانسان عربي
ومصري واتشرف بهذا الشيء واشوف انسان قدامي طالع وانا محترم معاه ويغلط ويقل ادبه، يبقى هنا انا هطلب منك انك تعتذر ومش هرد لك الغلط. سهل جدا ان انا اظفر لساني دلوقتي والعن سلسبيل اوسخ كلام على وجه الارض، بس مفيش داعي. ولما اتكلم معاك يا باشا باحترام تتكلم معايا باحترام. فدلوقتي هل انت هتعتذر عن ما قلته في حق العرب؟ نعم ام لا؟ بعتذر بشرط واحد، بدون تعترف شرط. بدولة إسرائيل. ما تجيش تفرض عليا رأي. أنا بسألك سؤال، اسمع، أنا بدي أسألك طيب سؤال آخر، شو رأيك بإسرائيل؟ احب احتفظ برأيي لنفسي مش ليك. اخر مرة واخر فرصة ليك يا باشا، هل هتعتذر عن ليه؟ ما قلته، عن ما اسأت وأنت بتهددني؟ الى اهلي؟ لا، انا بطلب منك تعتذر. لا بهددك ولا بهينك ولا بغلط فيك ولا بغلط في حد. من غير شروط تعتذر. مع الأسف. مع الاسف. ممتاز. انا دخلت معاك وكلمتك باحترام وأنت بتحسسني إنه إحنا قاعدين في محاضرة وما خرجش مني كإنسان عربي مصري مسلم محترم أي شيء يسيء ليك، ولكن أنت أسأت لأهلي وناسي، وأنا سهل جدا أظفر لساني بيك دلوقتي أقول لك أوسخ كلام على وجه الأرض. ولكن لو أنت ما قابلتش عربي محترم قبل كده فأنت أديك قابلته أهو، والعرب محترمين غصب عن أي حد على وجه الأرض، والإنسان لا يميزه دينه ولا بلده ولا هو إيه غير احترامه. فأنت كونك غير محترم فأنت عبرت بشكل سلبي عن أهلك وناسك. اهرب يلا، اهرب 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 اهرب. لا أنا ما اتشرفش إن أنا ألعب مع إنسان مش محترم أنا ومش سألتك متحضر. سؤال، أنا سألتك زيك. سؤال، شو رأيك انزل. بدولة إسرائيل؟ انزل.